سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ازيكم يا احلى ناس، يا رب تكونوا بألف خير. ده هو القسم السادس من الموسم الرابع من حكاية جونج اللاعب المطلق. فلو ما شفتوش الاقسام اللي فاتت هتلاقوها في القناة او من قائمة التشغيل لا تظهر لكم دلوقتي حالا. وبدون مقدمات ما تنسوناش من اللايكات، ويلا بينا نكمل الفوضى اللي كانت بتحصل دي. وبعدها بنشوف جوبيتر بيقول خلينا نشوف الوش بتاع اسموديوس ده. فبتقول له اسموديوس انت مين بالظبط، وازاي ممكن لبشر يستخدم النوع ده من القوة؟ فبيقول لها جوبيتر اخرسي، ربما انا مش بشري حتى. صح يا جونج، زي ما وعدتك انا هاخدها. فبتستغرب اسموديوس وبتقول له ايه انت بتقول ايه؟ فبيقول لها جوبيتر ما تقلقيش، الالم كله هيستمر للحظه واحده بس. فبتقول له اسموديوس استنى انت بتحاول تعمل ايه؟ وبيفتح جوبيتر بقه وبيقول انا استمتع بده كويس قوي. وبعدها بياكلها جوبيتر تماما وبيقول النظام انت هزمت ملكه الشهوه اسموديوس، بتمنح مكافاه بناء على انجازك، وانت حصلت على جسد واحد من الشياطين. وبيستعمل بعدها جوبيتر قوته على البنت يوبن وبيقول له جونج انا عملت دوري. فبيقول له جونج استنى انت بتعمل ايه؟ وفجأة بيرجع الوعي بتاع جونج للمكان وبيلاحظ كل حاجة حصلت، وبيحس هنا بألم شديد قوي وبيركع على الارض. فبتقول له برونهارت سيدي انت بخير؟ فبيقول جونج هو ايه ده؟ جسمي ايه اللي بيحصل له؟ فبيقول له الوقت جوبيتر ده كان متعجرف قوي وافرط في استخدام جسدك، هو دفع بجسد سيده بقوة، للسبب ده كان قادر انه يتحرك بالطريقة دي. للتوضيح الموضوع بيشبه استخدام تسارع شديد عدة مرات. فبيقول جونج الوقت داك حتى انه ده مش جسده. فبيقول له بمعنى تاني ده بيعني انك قادر تكون زيه في يوم من الايام. افتكر ده كويس، امكانياتك اعظم بكتير مما انت فاكر يا سيدي. فانت سيد كل الايجوهات، وانت سيد له ملك ملوك الشياطين. فبيقول جونج يا الهي، افتكر انه بعد الراحة في الفوضى دي هتنفع. ولكن بيلاحظ جونج انه في حد جاي، وفجأة بيدخل حد من الباب. فبيقول جونج الطاقة دي انا عارفها كويس، وبيتفجر بعدها الباب تماما وبيدخل الشخص المعني. وبيقول جونج تاوجيان، وبيبص تاوجيان لبطلنا جونج هو ماسك الحربة في ايده وبيقول انتم كنتم هنا يا نقابة كارفان. فبيتصدم بطلنا جونج وبيقول انا مش عارف هو ايه بيتكلم، هو بيتكلم باللغة الصينية. فبيهجم عليه تاوجيان ده وبيكون على وشك يضربه. فبيقول له جونج استنى بس اللحظة، ولكن تاوجيان بيهجم على بطلنا جونج وبيكمل الهجوم. فبيصد بطلنا جونج وبيقول له اسمعني بس، اسمعوا ليا. وبيخبط تاوجيان ضربة على الارض كده بيفجر جسمه، وبيقوم تاوجيان مرة تانية. فبيقول جونج يا الهي انا مش عارف ايه هو سوء التفاهم الموجود هنا، ولكننا بنعرف بعض، ليه بتهاجموني بدون ما تقولوا اي شيء؟ فبيرد عليه السيد متنكر في الوقت الحالي، انت ناسي ولا ايه؟ انت شكلك ناسي دلوقتي يا سيدي. وبعدها بنشوف تاوجيان بيقول اذا الموضوع كان كده. فبيقول له جونج انت مش بتثق بيا بسهولة بالغة دلوقتي، بصراحة ممكن اكون عضو في نقابة كارفان واكون خدعتك دلوقتي. فبيرد عليه تاوجيان لكني عارف قوتك، لو كنت عايز فبامكانك تبيد كل اللي هنا، مفيش داعي حتى ان انا اقول شيء زي ده. وحتى لو كان في احتمالية انك مع كارفان فهي مخاطرة علينا تحملها، وضعنا حرج قوي هنا. بالمعدل ده هينهار مجتمع اللاعبين في الصين. فبيسأله جونج بيقصد ايه بكلامه؟ فبيسكت تاوجيان وبعدها بيقول جمعية اللاعبين الصينيين وقعت بالفعل في ايد الشياطين تماما، ارجوك ساعدنا. فبيقول له جونج استنى بس، انت بتطلب مني شيء زي ده فجأة؟ فبيقول له تاوجيان انا عارف انه طلب مفاجئ ووقح، لكن ده لان احنا بجد ما عندناش اي مخرج تاني. جمعنا قوة مقاومة صغيرة وموثوقة، لكننا ما نعرفش مدى عمق توغل الشياطين في الجمعية. بنفتقر بشدة للقوة دي، مش مشكلة الصين بس، دي معركة بين الشياطين والبشر. نجم الصباح هي امل البشرية. فبيبص جونج بعدها كده وبيكون متفاجئ قوي، وبنشوف لو بيضحك وبيقول انه امل البشرية كده هيبقى سيء قوي، وبيكمل ضحك. وبتكون زي العادة برونهارت مذهولة من بطلنا جونج اللي بيقول اسمعني كويس، انا فاهم اللي انت بتقوله، لكن المحادثة دي ممكن تاخد شوية وقت. هل ممكن نناقش التفاصيل بعدين في موضوع اكتر الحاح وسرعة في الوقت الحالي؟ فبيسأله تاوجيان عن الموضوع. فبيبص جونج ليوبن هي والمستشارة ليم. فبيقول له تاوجيان انا بعتذر، انا كنت مستعجل كتير قوي ونسيت انه في مريض هنا. فبيقول جونج خلينا ننتقل لمكان تاني، لو كنت بتثق بيا فهل هتيجي معايا؟ فبيستغرب تاوجيان من كلامه وبعدها بيوافق، وبيفتح جونج البوابة وبيوصل لعند البيت بتاعه. فبيقول تاوجيان واو ايه اللي المفترض به يكون الشيء ده؟ المساحة دي كلها باين انها غريبة قوي. وبنرجع للبيت بتاع جونج واللي بيقول ايه رايك يا لو؟ فبيرد له عليه
مش عارف اقول لك ايه، بما انه طاقة الحياة ما تقدرش تشفيهم فلازم يكونوا اوعيتها متضررة. العجوز اللي اسمها المستشارة ليم دي افرطت في استخدام قوتها، ويوبن عانت من اثار تحويلها لوعاء اسموديوس. فبيقول له جونج اذا كانت اوعيتهم متضررة فصح اللي انت بتقوله يا لو. فبيقول له لو العلاج الوحيد الممكن هو الشيء ده، الإكسير، لو انت فاكره طبعا. فبيقول جونج الإكسير؟ ها استنى بس، مش هتكون إيلي قادرة انها تعمل شيء زي ده؟ زي ما انت عارف انتجت إيلي شيء مشابه للإكسير من قبل لما شافت الراجل ده. فبيقول له لو زي ما قلت وقتها القوة ديك مش مريحة للدرجة دي، ومع ذلك بما انك اتجاوزت الطابق ال50 فممكن تكون قادر انك تشفيهم لحد ما. هي فين إيلي دلوقتي؟ فبيرد جونج اتصلت بيها بشكل بدري، هي في طريقها لحد هنا، على ما اظن هي خرجت، عشان كده هياخد الموضوع منها شوية ساعات عشان توصل لحد هنا. طيب ما عندناش خيار غير ان احنا نستنى إيلي. وهنا بيجي صوت من ورا بيقول ما اعتقدش ان احنا عندنا كتير من الوقت ده. فبيبص جونج وراه واذ فجأة بيلاقي ملكة الشياطين سوجيو وراه اللي هي معلمته، وبتقول له ازيك يا تلميذي. فبيتفاجئ جونج وبيقول ايه انت امتى وصلتي هنا؟ فبتقول له سوجيو في حال كنت بتتساءل خليني اقول لك ده بشكل بدري، تيسك ويوكسو بيحموا عيلتك، هما في مكان امن تماما عشان كده ما تقلقش. فبيقول لها جونج تيسك وسوكيو ازاي؟ المكان الامن ده فين بالظبط؟ لا انا عندي كتير من الاسئله، بس بتعني ايه بان احنا ما عندناش وقت كتير؟ معنى ايه بكلامك ده؟ فبتقول له سوكيو انا بعني اللي انا قلته حرفيا، احنا ما عندناش وقت علشان نستنى المرسوله بتاعتك دي، لسه في شويه وقت علشان العجوزه، لكن يوبن بالكاد عندها حبل صغير من الحياه حتى دلوقتي وماسكاه. فبيقول جونج طيب ايه المفترض بيا ان انا اعمله؟ فبتقول له سوجيو انت عارف بالفعل صح الطريقه لانقاذ الاثنين. فبيقول لها جونج ها بتقصدي ايه؟ فبتبص له سوجيو وبتقول له اقتلهم وحولهم لايجوهات. وهنا بيصوت جو من الصمت الصامت، وبيقول جونج لا انا شيء زي ده مش ممكن اعمله نهائيا. فبتساله سوجيو وليه لا يعني؟ ما انت عملتها مره قبل كده والموقف ده ما بيختلفش عن اللي كان عليه من قبل. فبيقول له سيدي مفيش طريقه افضل من دي نهائيا، التردد هو سم، حتى دلوقتي الوعاء بيتكسر في كل ثانيه وكل ما تاخرنا قلت فرصنا. فبيقول له جونج بس ده بيختلف تماما عن اللي عملناه قبل كده، فعل ده بدون اذنهم الشيء هيفضل عالق في ذهني للابد. فبتقول له سوجيو طيب احنا محتاجين لاذن بس صح؟ فبيتفاجئ جونج من كلامها. فبتقول له سوجيو استنى شويه انا هجيب وعائهم لجسدي للحظه، مش هيطول الموضوع فما تضيعش كتير من الوقت. وبتقرب سوجيو من العجوزه ليم وبتحط ايدها على وشها، ومباشره بيدخل الوعي بتاع العجوز لجسد سوجيو. وبتبص لجونج وبتقول ايه اللي بيحصل ده؟ انا فين؟ انا كنت بكل تاكيد. وبتبص يمينها كده وبتتفاجئ من جسدها الملقى بالسرير. فبيقول لها جونج هل ده انت بجد؟ فبتقول المستشاره ليم فهمت لازم تكون هي عملت شيء بقوتها. فبيقول لها جونج استني في الوقت الحالي انتم الاثنين في خطر، انت ويوبن، وخاصه يوبن فهي ممكن تموت في اي لحظه، لكن في طريقه واحده بس ان انا احولكم انتم الاثنين لايجو بتوعي، نفس الشيء اللي عملته عشان احيي السيد هوانغ، ولكن علشان اعمل شيء زي ده انا لازم اخذ حياتك الاول، بمعنى تاني ان انا لازم اقتلكم. ايه رايكم بده؟ فبتقول المستشاره ليم دي معضله مؤلمه، فانا مدينه ليك بدين كبير، بصراحه عجوز زي ما بتهتمش، وبالاخص لو ما كانتش يوبن في العالم ده، ولكن اذا كانت يوبن عايزه شيء زي ده فانا عايزه اطلب منك انك تعمل الشيء ذاته لي انا. فبيقول لها جونج فهمتك. وبعدها بترجع سوجيو وبيقول في النهايه ده اختيار يوبن صح؟ طيب انا هروح دلوقتي. وبتحط كمان سوجيو ايدها على راس يوبن وبتتفعل القوه بتاعتها وبتصحى يوبن وبتقول جونج اوبا انت هنا؟ فبيقول لها جونج ما عنديش كتير من الوقت، اسمعيني كويس قوي يا يوبن، المعدل ده انت هتموتي قريب، ولكن في طريقه واحده ايجو بعباره تانية. فبتقول له يوبن عارفه بطريقه ما حتى لما كنت فاقده للوعي قدرت ان انا اسمع صوتك، انت هتقتلني وهرجع كايجو خاصه بيك صح؟ هل ده صحيح؟ فبيقول لها جونج ده صحيح، اذا انت كنت بتسمعينا طيب ايه رايك؟ فبتقول له يوبن قتلني. فبيتصدم جونج ويقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت متاكده؟ فبتقول له يوبن انا قادر اشعر بيها، طاقه اسموديوس اللي استحوذت على جسدي لسه مختلطه داخل وعائي، لو رجعت كده فمش هكون نفسي انا يوبن، عشان كده ارجوك اقتلني. فبيقول له افتكرت انها مجرد بقايا طاقه شيطانيه، ولكن هي ما تمش محوها بالكامل، لو كنا محظوظين فهتنقسم لايجو منفصلين زي حورس، لو ما كناش محظوظين فهتبقى الشيء لا اسموديوس ولا يوبن بالظبط، وفي اسوأ الحالات هتلتهم اسموديوس وعاء يوبن وتعيش مره تانية من جديد هي. بيتصدم جونج من كلامه وبيقول اللعنه على كل ده، وبيقول له بنفسه طيب من وجهه نظري تحويل اسموديوس لايجو هيكون اكتر فايده
فايدة من يوبن دي، ولكن الافضل اننا ما نذكرش الموضوع ده، فالبشر مزعجين قوي. وبيفتكر لوك الكلام اللي حصل مع النبي روسا، وبعدها بنشوف إيلي وهي بتجري باقصى سرعتها، وفجأة بتتوقف وبتقول هو ايه ده؟ انا قادرة اشعر بمشاعر سيدي القلقانة. هاميل، انيل، انا هسبقكم، عشان كده اتبعوني حتى لو تأخرتم. وبتجري بسرعة جبارة كده زي الصاروخ عشان توصل لسيدها اللي هو قلقان بشدة دلوقتي ومش عارف يعمل ايه. وبعدها بتصحى سوجيو ملكة الشياطين مرة تانية، وبيبص لها جونج وبتقول له سوجيو هل هتعملها؟ طيب افتكر انه الجواب واضح بالفعل. بصراحة حتى لو بقت يوبن ايجو فمش هيكون في خطر عليك، حتى لو اختفى وعي يوبن تقدر تتحكم في اسموديوس. انا بوصي بالخيار ده فعلا. لوسيفر الصغير هناك بيفكر بالطريقة نفسها صح، فبيقول لها لوسيفر انها ما تندهوش باسماء غريبة كده، وبيقول لوسيفر انه ده مش خاطئ تماما، فبكل الاحوال الايجو هتبقى مخلصة لسيدها، والموضوع بيعتمد على مقدار الإرادة الحرة اللي بيسمح بها السيد. ولكن طالما انه الرابط اتنشأ فما فيش داعي للقلق بشان فقدان السيطرة. وبيلاقي انه جونج بطلنا لسه بيفكر، فبيقول له لا الهي بجدية انا ما كنتش عايز اقول ده، في طريقة ولكن بالطبع في مخاطر كبيرة. انت لازم تدخل لوعي يوبن وتشيل اسموديوس بنفسك. انت عملت شيء مشابه من قبل صح؟ دخلت وعي واحدهم قبل كده، ولكن الموضوع خطير، فلو فشلت هتموت يوبن بكل تأكيد ومش هتخرج انت ساق سليم نهائيا. هل لسه عايز تعمل شيء زي ده؟ فبيرد جونج عليه اكيد عايز يعملها اكيد. فبيقول له ازاي انتهى بيه الموضوع بخدمة سيد احمق زي ده؟ وبتقول برونهارد مع ذلك انت لطيف قوي يا لو. وبعد كده بنشوف لو بيقول طريقة فصل اسموديوس عن وعي يوبن، انت شفت الاسلوب بالفعل ما بيختلفش اختلاف جوهري عن اللي عمله جوبيتر في وقت سابق. فبيقول له جونج اذا كان الموضوع كده فمش من الافضل ان احنا نطلب المساعدة من جوبيتر مرة تانية؟ فبيرد عليه لو لا نهائيا، هو ممكن يبان متعاون لكنك ما تقدرش تعرف ايه اللي بيخطط له بجد، فمن الافضل انك ما تعتمدش عليه كتير. فبتقول ملكة الشياطين سوجيو جوبيتر انتم الاثنين قابلتم كورانوس. فبيقول لها جونج هل تعرفي اي حاجة انت عن كورانوس؟ فبتقول له ملكة الشياطين طيب هنتكلم عن الموضوع ده بعدين، في الوقت الحالي محتاجين نتعامل مع شيء اكتر اهمية. فبيقول جونج صح كلامك صحيح. وبيحط جونج ايده على البنت اللي اسمها يوبن، وبعدها بيبدأ يدخل في وعيها وبيوصل لمكان مليان بالزهور. وبيقول المكان ده هو وعي يوبن، ده حقل من الزهور ومختلف تماما عن وعي، ده مدهش قوي. لو برونهارد هل سامعيني؟ ولكن ما بيلاقيش اي ردة فعل منهم. فبيقول جونج على عكس السابق مش قادر اتواصل مع الايجوهات المرة دي، هل ده بسبب تلف الوعي؟ وبيوصل جونج عند يوبن اللي بتبص عليه وبتقول له اوبا انت هنا. وهنا بتدخل ايلي فبتقول لها سوجيو انت جيتي يا مرسولة. فبتتصدم ايلي صدمة حياتها وبتقول فين السيد دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ فبيقول لها لو زي ما انت شايفة انا بتعامل مع اسموديوس اللي تسرب لوعي يوبن. فبتقول ايلي في الوعي ليه ما وقفتوش يا لو؟ فبيقول لها لو ان هي لسه مش عارفة شخصيته، يعني هل كان هيسمع لاي حد حتى لو هو قال له؟ فبتقول له ايلي ولكنك كنت تعرف مدى خطورة الشيء ده، فليه بعته لحد هناك؟ فبيقول لها لو لاني بعتقد انه ده هو الخيار الافضل، انا وازنت بين مخاطر الفشل ومخاطر عدم المحاولة وكسر السيد. فبتقول له ايلي ولكن مع ذلك حتى علشان ست زي دي هو عمل كده. فبيقول لها لو استني بس، انت مش بتفكري حتى بشكل مستقيم في الوقت الحالي صح؟ ولا بشكل صحيح نهائيا. فبتقول سوجيو ده صحيح، المرسولة ديك بتوجه لي نية قتل في الوقت الحالي، فانا مش عارفة ليه انت كده هتخلي سيدك يكرهك. فبتقول لها ايلي ده مش هيحصل نهائيا، السيد مفيش طريقة ممكن يكرهني بيها السيد نهائيا، السيد بيحبني انا بس، السيد ليا انا بس. وبتطلع قوة غريبة جدا من ايلي وكأنه في حاجة بتسيطر عليها. وعند جونج بطلنا بنشوفه نايم كده، ولما بيصحى بيلاقي يوبن قدامه واللي بتقول له صحيت يا اوبا؟ فبيقول لها جونج يوبن ايه اللي حصل لي؟ استني ايه اللي بيحصل ده؟ وبيحس جونج بوعي كبير قوي. وبنرجع عند إيلي اللي بتفرد جناحاتها وبتقول السيد ليا انا بس زي ما قلت لكم. فبتقول سوجيو هتعمل ايه يا لو الصغير؟ فبيرد عليها لو انها ما تنادهوش بالاسم ده، وبيفعل قوته وهو بيقول هنعمل ايه يعني؟ لازم نقاتل، ايه اللي ممكن نعمله حتى لو ما عملناش شيء زي ده. وبيبدأ القتال ما بين الاثنين، وبنشوف ملكة الشياطين سوج هي ولو بيواجهوا إيلي، وبيقول له بص للعيون المجنونة ديك، انت شايفاها يا سوجيو؟ فبترد سوجيو
المزاج ده مش هزار نهائيا. وبنشوف السيد هوانج هو متفاجئ، وحتى ابنه هو اللي بيقول ليه بتتقاتل الايجوهات مع بعضها البعض. وبنشوف هارت ودولهام بيقولوا طيب هل فادوا عقولهم الاغبياء دوك بينما السيد بيعمل حاجه مهمه. وبنشوف إليو اللي بتفعل قوتها وبتهجم على سوجيو ضربه قويه جدا، ولكن سوجيو بتصد الضربه هي ولو، اللي بيقول انها بتندفع بدون تفكير، فهل هي دلوقتي بتحاول تقتلهم حتى النهايه. فبتقول له سوجيو هي ما بتهتمش بجسدها حاليا، بغض النظر عن مين اللي هيفوز مش هينتهي ده بسهوله، هي فقدت عقلها تماما. وبتكون إلي بتجهز ضربه فبتضرب الضربه دي ولكن بطاقه مظلمه، وده اللي بيفاجئ سوجيو. وبتقول ايه ده، هم ليه بيستخدموا المرسولين طاقة الموت؟ فبيقول لولا سوجيو انه مش عارف، فالموضوع انتهى كده لسبب ما، وانه ما فيش اي شيء طبيعي بيحصل اطلاقا لما الشخص يتورط مع السيد جونج. فبتقول سوجيو طيب تلميذنا مش طبيعي بعض الشيء. فبتبص لها إيلي بعصبية، وبعدها بثانية لثانية بتوجه ضربات عديدة جدا للو هي وسوجيو مع بعض. فبيقول لو اللعنة قوة الحياة مزعجة قوي، دي بتعصر كل ذرة من قوتها. فبتقول سوجيو اتمازك لفترة اطول شوية يا لو الصغير، من مظهرها فهي مش هتصمد اكتر من كده نهائيا. فبيرد لو عليها لا لو تركتها كده هتفقد مصدر حياتها، انا ما بحبهاش ولكني ما اقدرش اسيبها تموت، هدي شوية من نفسك. وبيفعل له طاقة تانية وبيمسك السيف بتاع إيلي وبيطلق عليها طاقة موت قوية جدا، وهي نازلة عليها بيحسوا كل اللي موجودين من انفجار كبير قوي بيطيح بالمكان بالكامل. ولكن بنشوف انه إيلي استخدمت مرة تانية طاقة الموت، وبيبان انه الضربة بتاعت لو اثرت بيها قوي، واللي بيقول لها بعدها اسمعيني هل الغيت الضربة باستخدام قوة الموت ومع ذلك لازم تكوني تلقيتي صدمة كبيرة، كنت بحاول بالفعل احافظ على قوتي ولكن دلوقتي انا لازم اهدرها. استنى ايه اللي بتعمليه بالله عليكي؟ هل هي جادة باللي هي بتعمله ده؟ وبطريقة غريبة قوي بتفعل إيلي قوة الحياة المقدسة مع قوة الموت وبتدمجهم مع بعض عشان توصل لطاقة الفوضى اللي بيستخدمها بطلنا جونج في العادة، وده علشان تقضي على لو هو وسوجيو. فبتقول سوجيو هو ايه ده؟ فبيقول لها لو انه ده جنون، وبيصرخ على إيلي وبيقول لها انه القوة دي قوة ما تقدرش زيها يستعملوها نهائيا، وبيحاول يخليها توقف وانه هي كده هتختفي، ولكن إيلي ما بتسمعش اي شيء من كلامه. وبيقول له هي اتجاوزت حد السمع بالفعل، احنا ما نقدرش نوقف ده بالوسائل العادية، سواء نجحت التقنية او ما نجحتش فإيلي هتتدمر اكيد. افضل شيء ممكن اعمله دلوقتي هو شيء واحد بس، يا ملكة الشياطين سوجيو انا عندي امر علشان اعمله، حاولي توقفيها لوحدك في الوقت الحالي، ما عنديش اي وقت للشرح فالموضوع مش هياخد الا لحظات. وبينما بتكون سوجيو متفاجئة كده من كلام لو، ولكن لو بينطلق باقصى سرعته. وبتقول سوجيو ايه موضوع الوغد الصغير اللي عنده؟ هل اتجن مخه الفوضى ديك؟ هل من المفترض ان انا اوقف ده بنفسي؟ لحسن الحظ انها مش تحت السيطرة الكاملة لسه. طيب ايه لو لمستها وانفجرت هيحصل ايه؟ هل لازم احط حاجز في الوقت الحالي؟ وبتجرح سوجيو ايدها كده وبتنزل قطرات الدم على الارض فبتعمل حاجز ضخم من الدم. وبنشوف لو وهو بيقول لو انا عايز اوقف إيلي زي ما هي دلوقتي وانقذها فلازم تكون دي هي الطريقة الوحيدة. وبيجي بعدها لو من وراها وبيقول لها إيلي وقفي اللي بتعمليه حالا، ولو ما سمعتيش كلامي فحياة الرجل ده هتكون تمن اللي انت بتعمليه. وبيوجه لو بطريقة غريبة قوي الضربة بتاعته على بطلنا جونج. من ناحية تانية بنشوف جونج لسه نايم وبيصحى مرة تانية وبتقول له يوبن صحيت مالك يا أوبا في حاجة؟ فبيقول لها جونج لا مفيش أي حاجة، أنا أشعر وكأننا نسيت شيء ما. فبتقول له يوبن ده مفيش حاجة زي دي، ارتاح بس انت وما تقلقش. فبينام جونج مرة تانية هو بيقول لنفسه ده مكان لطيف وهادي، مر وقت طويل من لما شعرت بالهدوء ده. فبتقول له يوبن ايوه انت مريت بالكتير، كان الموضوع صعب عليك صح؟ فبيقول لها جونج كتير قوي، الاعداء ما وقفوش عن الظهور قدامي، وماضي ما كنتش اعرفه بيعذبني، كل الاقوياء اللي في العالم حطوا املهم عليا، مين انا والله انا ما بقتش عارف نهائيا، انا بس عايز اعيش بسعادة مع عائلتي. فبتقول له يوبن مفيش مشكلة يا أوبا، انت ممكن تتخلى عن كل شيء دلوقتي، هنا خليك معايا للأبد هنا. فبيضحك جونج ضحكة، ولكن مباشرة بيسمع جونج حاجة في مخه كده بتنده عليه، وبيصحى جونج مرة تانية. فبتقول له يوبن أوبا انت مالك؟ فبيقول جونج إيلي ده صوت إيلي، أنا افتكرت دلوقتي أنا ليه جيت هنا. فبتقول له يوبن أوبا مالك؟ هل شفت حلم سيء ولا حاجة؟ فبيلف جونج عليها ومباشرة بيمسكها من رقبتها وبيقول لها انتهى الموضوع يا اسموديوس، لا يا بقايا اسموديوس. فبتضحك اسموديوس وبتقول له اكتشفت الموضوع، طيب ايه هل هتقتلني دلوقتي؟ طيب زي ما قلت
انا مجرد نفاية متبقية هنا، فلو قتلتني هتموت البنتك دي كمان. انت عارف ده مش كده ولا ايه؟ هل فاكر بجد انك قادر تعمل شيء زي ده؟ فبيقول لها جونج اخرسي نهائيا، انا هدمرك وهنقذ يوبن. وبيفعل طاقة الفوضى بايده وهو بيكمل، وبعد كده هروح علشان اشوف كل اللي باقيين. فهل يا ترى هيقدر جونج بطلنا بجد انه ينقذ يوبن، وايه اللي هيعمله له مع إيلي؟ وهل إيلي هتسمع لكلام له؟ كل ده واكتر هنشوفه في القسم الاخير من الموسم الرابع من حكاية جونج، واللي هيكون اللي جاي يعني. وبما انكم وصلتم للدقيقة دي من الفيديو، اكتبوا لنا في التعليقات ايه نوع الموبايل بتاعكم او ايه نوع التليفون بتاعكم اللي بتتفرجوا فيه علينا. وكمان ما تنسوناش من اللايكات والاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم تذكروا الله، وطبعا تدعوا لاخوتنا في غزة كثيرا من الدعاء. شكرا على المشاهدة، سلام.